السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده بسيطة وسهلة جدا تقدري تعمليها وتفرحي بيها ولادك. اي مناسبة عندك بقى، في عيد، في اي حاجة ممكن تعمليها. تعالوا مع بعض كده نشوف المقادير. اول حاجة انا هعمل الكريمة بتاعتي. طبعا انا حاطة هنا كوباية الا ربع من السكر، اي سكر عندك. واللي حط الميه يكون مثلجه، الدنيا حر، ولو فيها تلج كمان يبقى احسن، بس انا ما كانش عندي تلج، بس الميه فعلا من الفريزر ساقعه جدا. هفضل اضرب كده لحد ما انا ادوب السكر خالص تماما. واوعي تحطي سكر بودره تقولي هسهل على نفسي واحط سكر بودره. السكر بودره هيخليها عامله زي اللي ما تكون بتمط كده، زي العرق او زي الايس كريم. مش هتبقى حلوه خالص، وهتبوظ لك الكريمه بتاعتك، ومهما ضربتي فيها مش هتترفع معاكي ولا هتزيد. دي معلومه. دي ربع كيلو من الكريمه دي انا هجلس بيها السبونج زي ما انتم شايفين، وهخلص بس هحطها في التلاجة على طول، عشان الجو حر زي ما قلت لكم، الحق ان انا اضربها واحطها شويه كمان في التلاجة تتماسك معايا اكتر، عقبال بس ما اخلص السبونج بتاعي وادخله التلاجة. زي ما انتم شايفين كده انا هفضل اضرب الكريمه بتاعتي لحد ما احس ان القوام بتاعها بدا ان هو يكون تقيل. انا مش عايزاها خفيف، الدنيا حر يا جماعه، محدش يزود في الميه في الحر. يعني انا حطيت ربع كيلو كريمه، حطيت عليه نص لتر من الميه متلجه، نص لتر بس. المفروض ان انا بحط اكتر من كده، بس طبعا ما حطيتش زي ما انتم شايفين كده، بس هتقولها حلو جدا، مناسب قوي للجو اللي احنا فيه. هنا بقى انا هعمل بقى الايه، السبونش بتاعي. طبعا السبونش انا عملته معاكم كتير جدا جدا جدا، وفي ناس كتير غيري عملته، بس انا برضو همشي معاكم بالخطوات واحده واحده. دول 6 بيضات بحراره الغرفه، ودي معلقه كبيره من محسن الجيل. المحسن اللي انا بستعمله يا جماعه مش محسن سايب، اللي انا بستعمله بونو، شركه المتحده. شركه المتحده بصراحه عامله معانا الواجب وزياده في الحاجات بتاعتها بصراحه. بدل ما كنا الاول بنجيب سايب في علبه كده والناس بتعبيها، لا ده كيس مغلف ونظيف جدا. يعني نقول شكرا وشابوه لشركه المتحده على المجهود اللي هي عاملاه معانا ده بصراحه. وفي كمان حاجات هم كمان بيعملوها دلوقتي بصراحه، يعني اشبه بانها عالمية. يعني انا كنت الجيلو ده، انا كنت لما احب اجيبه انا كنت لازم انزل له تحت في محلات طبعا بتاعت الحلويات والكلام ده كله تحت، لكن لازم تاخدي كمية جالون على الاقل، كيلو والكلام ده كله. لكن ده جالون في كيسين، عايز تاخدي كيس واحد مفيش مشكلة، عايز تاخدي الكيسين برضو مفيش مشكلة، عايز تاخدي كيس من مثلا فراولة وكيس تاني تاخديه مانجا او تاخديه شوكولاتة او تاخديه اي حاجة تاني اللي يريحك. زي ما انتم شايفين كده انا بس بجيب الحروف بتاعتي بحيث ان الاسبونج ما يبقاش مش مضروب كله. هقلب بس تقليبه خفيفه كده، اجيب من تحت ومن فوق عشان ما يبقاش فيه اسبونج لسه ما تدوبش. وهبدا ان انا اكمل تاني. على فكره عايزه اقولك ان انا بعمل الحركه دي قبل ما يعلى معايا، لان لو عالي معاكي ووقفتي وشغلتي ووقفتي وشغلتي برضو ده بيبوظ معاكي الاسبونج. خلي بالك من الخطوات دي كويس قوي. انا قلتها كتير بس برضو انا مش هبخل على اخواتي وحبايبي بالمعلومه. هفضل اضرب فيها لحد ما بصوا قوامها بقى زي الكريمه بالظبط. بصوا تقلت تقل فظيع. هو ده التقل اللي انا عايزاه. انا ضربتها قد ايه؟ ضربتها حوالي 8 دقائق 9 دقائق بالكتير. طبعا انت لو بتعملي في العجان بتبقى 5 دقائق بالكتير قوي، وبتكون اعلى من كده واحسن من كده كمان. بس طبعا احنا ما عندناش العجان، فاحنا هنضرب زي ما انتم شايفين كده. وبصراحه انا فردتها زي ما انتم شايفين، وكانت قوامها حلوه قوي بالنسبه لي، وما شاء الله ما شاء الله طالعه تحفه. هحاول على قد ما اقدر ان انا اسويها كده في الصاج بتاعي. المهم ان انت بعد ما بتسويها انك بتفرغي منها هواء، لان انت لو ما فرغتيش منها هواء بتطلع جنب وجنب، واحنا عايزينها مسطحه، يعني مش عايزينها عاليه من حته وحته تانية، لا. انا كده خلاص فرغت منها الهواء. طبعا انا تفريغ الهواء اي خله سنان عندك بتمشيها كده عليها من الوش، بتفرغي منها اي هواء. دلوقتي هي طلعت مني في الفرن وهي سخنه يا جماعه، هي كده لسه بدخانها سخنه. انا يا دوبك حطيت عليها ورقه الزبده وقلبتها. طبعا هو المفروض ان ورقه الزبده من الناحيه التانية هتشيل الوش، فطبعا عشان السبونج اللي انا بعمله ده بيتلف وهو سخن، ما بيتلفش وهو ساقع. تمام كده. طبعا يعني ايه، انا المفروض ان انا ما اصورش وكستي، انا اتوكست في الحته دي. المفروض ان انا وانا بقلبها ان انا كنت اخد بالي. طبعا كان جنبي الكاميرا والرينج لايت والكلام ده كله، فايدي خبطت في الكاميرا فاتزحلق من ايدي. لما جه يتزحلق من ايدي اتكسر. فطبعا كل ده مش هيبان، انا ما حبيتش اوريكم الكسر عشان ما حدش يتصدم، بس عايزه اقول لك ان مفيش مستحيل وكل حاجه تتعمل زي الفل. وهوريكي دلوقتي الشكل ازاي طلع معايا. اهم حاجه وانت بتلفي ما تدوسيش على اللف بتاعك، اهو زي ما انت شايفه
خليها هي ترول مع نفسها كده. يعني انت مجرد انك بتسحبي الورقه وتحطيها في الفريزر. انا طبعا حطيتها في الفريزر، انا بيتها. بصوا التكسير اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا وانا بقلبها اتكسرت مني، بس كل ده ولا ليه اي لازمه. يعني عايزه اقول لك ان في المصانع بيحطوا لك بواقي كيك، يعني حتت 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 عشان تطلع معاكي مثلا تورتايه ولا حاجه. والسبونج ده بيتحط جواه برده قطع من الكيك المتقطع، من ما بيرموش حاجه. فعايزه اقول لك ان كل ده هيتدارى ولا هيبان طالما هي اتجمدت في الفريزر. تقدري تشكليها وتقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. طبعا انا في التجليس هنا زي ما انتم شايفين، انا الكريمه بتاعتي ما شاء الله حلوه جدا ومش سايحه، وهي وبتاخد معايا وبتدي وما فيهاش اي فراغات من الهواء، سهله التحكم. انا على قد ما بقدر ان انا معايا الاسباتيولا دي طبعا عشان سيليكون طريه، بتمشي معايا حلو جدا. طبعا انا كان ممكن ان انا اجيب الاسباتيولا بتاعتي وكنت امشي بيها، بس يعني عشان هي ستانلس فما كانش هينفع ان انا امشي بيها كده، هي كبيره كمان مش صغيره. عايزه حاجه صغيره عشان تمشي في الجوانب وتمشي من تحت، ما تتغطى كليا زي ما انتم شايفين. انا مش عايزه ارغي معاكم كتير، انا عايزاكم تتفرجوا وتشوفوني انا هعمل ايه في الخطوه دي، وتشوفوا السوس رول المكسور ده، اللي المفروض ان انا ما اقولش ان انا كسرت ولا عملت حاجه واطلع واقول لكم بس زي الفل، لكن انا ما بخبيش عنكم حاجه بصراحه. واي حاجه بتحصل معايا انا لازم اقول لكم عليها، ولو في حاجه باظت او حاجه اتعملت مني انا مش معصومه من الغلط ولا حاجه. يا جماعه احنا مش ملايكه، اكيد لازم تقع منك حاجه، ممكن يحصل معاكي دروب في حاجه، فلازم اقول لك عليه عشان انت كمان تخلي بالك منه. طبعا في حتت بتتكشف زي ما انت شايفه كده. اللي عايزه اقول لك ان اللي معايا دي جلدة كشكول، بس عن بلاستيك، كشكول بلاستيك، عامله زي مثلا الاشعه والحاجات دي بتبقى ناشفه شويه. فانا بصراحه خدتها واستغلتها، وبصراحه مريحاني جدا في التجليس. انا ممكن اجلسها بورقه عاديه، ورقه، بس دي بصراحه حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده. ده بقى الجيلو اللي انا كنت بحكي لكم عليه من شويه، ده جيلو مانجا. انا برضو جايباه من شركه المتحده زي ما انتم شايفين كده، بصراحه تحفه. طبعا انتوا هتحسوا ان هو مخرز، هو مش مخرز ولا حاجه عشان هو كان في الثلاجه. والمفروض ان انا كنت طلعته قبل التلاجة بشويه عشان خاطر اعمل، بس انا طبعا عشان الجو حر مش عايزه الموضوع يسيل معايا قوي، فانا طلعته من التلاجة واشتغلت بيه على طول. كل ده هيروح وكل ده هيريح وهيتفرد، ومش هتحسي بكل الفقاعات اللي انت شايفينها من على الوش دي. تمام. انا كل ما هتلاقي حته مكشوفه انا مش هفضل رايحه جايه بالاسباتيولا زي ما انتم شايفين كده، علشان خاطر ما امسحش كريمه او ما اجيش جنب الكريمه. انا عايزه ايدي تبقى خفيفه جدا 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 وانا بمسح كده، بحيث ان انا ما اجيش جنب الكريمه نهائي. انا بنزل الجيلي زي ما انتم شايفين كده، حتى لو سيل مني شويه ونزلوا مثلا من عليها، احسن من اني اعكها بالكريمه. فاهميني؟ كده افضل واحسن كده بكتير. انا هفضل اغطي الحروف دي، بالنسبه لي ما هياش قضيه، بس انا برضو هغطيها للاولاد اللي هياكلوها في الاخر، بس كده كده دي انا هقطعها زيادات يعني، فبالنسبه لي ما هياش مشكله خالص. بصوا هي كده بتنعم معايا اهو زي ما انا قلت لكم. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما افضلش رايحه جايه اهو. الحته اللي بزيد عليها في اللف بتاع الاسباتيول كده، بحس ان هي هتخش على الكريمه. طبعا الجاتو بتاعي متلج، يعني حرفيا هو متلج، مش هتعرفي تقطعيه ابدا غير وهو متلج كده. طبعا الترانش بتاعي حامي جدا، هو الترانش بتاع الجاتو. ومعايا طبق بنزل فيه اللي هو الزياده. وهنا برضو هعمل نفس الطرفه، ما تحاوليش تاخدي كتير. انا بصي عشان باخد على الحرف قوي وهي مجمده، فما كانتش سهله معايا، بس برضو هرجع لها تاني يعني. اهو بص زي الفل يعني ما شاء الله. طبعا انا عايزه اقول لك ان انا عملتهم 9 قطع، بس انا كنت متعمده ان انا اعملهم 9 قطع عشان تبقى كبيره ومتماسكه وتقعد ما تميلش شمال ولا يمين. لان بصراحه انا كنت هنقله في مكان تاني، يعني مش كنتش هناكله في البيت، كنت هوديه لمكان تاني. فعشان خاطر لما امشي بيه ما يتميلش وتفضل القطعه متماسكه وحلوه، ومش خساره في الناس اللي كلوها، بالف هنا وشفا طبعا. كبرت القطعة، خليتها حلوة مرتفعة وحوالي 3 سنتي عرض او 4 كمان، والله انا ما حسبتش بالنظر كده زي ما انتم شايفين. مكبرة القطعة حلوة قوي، عايزه اقول لك هشه جدا لذيذه جدا وتحفه. طبعا انا جبت الورق اللي هو بتاع الفرش بتاع الجاتو زي ما انتم شايفين كده، ورصيت الجاتو بتاعي، وقبل ما انا اجيب العلبه عشان خاطر ارصها فيها، بس انا حبيت اوريكم ان لا بان فيها كسر ولا بان فيها اي خدوش ولا فيها اي حاجه، والجيلو زي ما شايفين كده يشهي القلب. بالف هنا وشفا لكل اللي شافها ويحب يجربها. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. بالف هنا وشفا.